كتير مننا بيبص لمرتب على إنه الأمان، الضمان. بس يا ترى فكرنا قبل كده إنه ممكن يكون هو نفسه الفخ؟ النهاردة هنتكلم عن خطة من 4 خطوات، خطة مجربة ممكن تغير المعادلة دي خالص. سؤال ممكن يكون صادم شوية، صح؟ الفكرة دي على فكرة مستوحاة من خبير المال المشهور روبرت كيوساكي، وهي بالظبط بتلخص المشكلة اللي جايين نحلها النهاردة. عشان نكون واضحين، المشكلة مش في المرتب كمرتب، لا، المشكلة الحقيقية في عقليتنا وطريقة تعاملنا معاه. طيب جاهزين؟ يلا بينا. دي خريطة الطريق بتاعتنا، 4 خطوات بسيطة وواضحة هتاخد أي مرتب مهما كان محدود وتحوله من مجرد فلوس بنعيش بيها لآلة حقيقية بتصنع ثروة. وأول خطوة، ودي يمكن أهم خطوة فيهم كلهم، هي تغيير العقلية. ليه؟ لأن كل حاجة بتبدأ من هنا، من طريقة التفكير. ده هو الأساس اللي هنبني عليه كل اللي جاي بعد كده. بصوا، الموضوع كله بيتلخص في الفرق بين عقليتين. تخيل معايا كده سيناريو بسيط، شخصين كل واحد فيهم جات له زيادة $500 في مرتبه. الأول اللي عنده عقلية المستهلك، أول حاجة هتيجي في باله إيه؟ يا سلام، أخيراً هجيب الموبايل الجديد اللي نفسي فيه. أما التاني اللي عنده عقلية المستثمر هيسأل نفسه سؤال مختلف تماماً. إزاي أقدر أستخدم $500 دي عشان تجيب لي فلوس أكتر؟ شايفين الفرق؟ هو ده بالظبط الفرق بين مصيرين مختلفين تماماً. وده يخلينا نروح لقصة ماجد. ماجد كان زي ناس كتير طول عمره بيفكر بعقلية المستهلك، بس حصل تحول لما قرر ينضم لنادي استثمار وبدأ يسمع كلام مختلف. بدل ما كان كل همه يشتري جهاز ألعاب جديد $500، فجأة لقى نفسه بيسأل سؤال جديد عليه: طب إيه اللي هيحصل لو استثمرت الفلوس دي بدل ما أحطها في حاجة قيمتها هتنزل مع الوقت؟ اللحظة دي بالذات كانت هي لحظة ميلاد ماجد المستثمر. طيب إزاي نبدأ التغيير ده بشكل عملي؟ في تمرين بسيط جداً بس قوي. نجيب ورقة وقلم ونقسمها نصين. في النص الأولاني نكتب كل قناعاتنا عن الفلوس، حاجات زي مثلاً الأغنياء دول محظوظين أو الفلوس مش كل حاجة. وفي النص التاني قصاد كل جملة نعيد كتابتها بس من وجهة نظر المستثمر. فمثلا بدل الأغنياء محظوظين نكتب الأغنياء بيعرفوا إزاي يلاقوا الفرص ويستغلوها. التمرين ده لوحده مع التكرار بيعمل إعادة برمجة للعقل. تمام كده، ظبطنا العقلية. نيجي بقى للخطوة التانية، السيطرة على الفلوس نفسها. بعد ما حطينا الأساس الفكري لازم ندخل على الشغل العملي. لازم الواحد يبقى هو سيد فلوسه، هو المتحكم في التدفق النقدي بتاعه. طب يعني إيه تدفق نقدي أو كاش فلو؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. هو ببساطة الفرق بين الفلوس اللي داخلة جيبك والفلوس اللي خارجة منه. الفكرة كلها إننا نتخيل الفلوس دي زي نهر بيجري. لو سيبناه كده هيتفرع في كل حتة وممكن ينشف، لكن لو إحنا اللي وجهناه نقدر نخليه يصب في المكان اللي إحنا عايزينه بالظبط. وعلشان نتحكم في النهر ده في 5 خطوات عملية جدا. أول حاجة، لمدة شهر واحد بس نكتب كل مليم بيطلع من جيبنا، كل مليم. تاني حاجة، نقسم المصاريف دي لمجموعات: أكل، مواصلات، فواتير، وهكذا. تالت حاجة، نبص على المجموعات دي ونحلل فين الفلوس بتروح وإيه اللي ممكن نستغنى عنه. رابعاً، نعمل ميزانية، بس تكون ميزانية واقعية نقدر نمشي عليها. وخامساً، ودي أهم نقطة فيهم كلهم، نعمل أتمتة، يعني نظبط تحويل تلقائي لجزء من المرتب يروح للادخار والاستثمار أول ما ينزل قبل ما نلحق نصرفه. قصة سهى هي أحسن مثال على ده. سهى كان صافي مرتبها $3000، وده مش مرتب قليل خالص والمفروض تكون مرتاحة. لكن الغريب إنها كانت بتوصل لآخر الشهر مديونة ومش فاهمة إزاي، الفلوس حرفياً بتتبخر. ولما أخيراً قررت تمشي على الخطوات دي وتكتب مصاريفها، الصدمة كانت كبيرة. اكتشفت إن في $400 كل شهر طايرين على أكل بره ودليفري، و$100 تانية على اشتراكات في حاجات هي أصلاً نسيت إنها مشتركة فيها. ده غير حوالي $150 على حاجات صغيرة يومية، قهوة من هنا، حاجة حلوة من هناك، حاجات ما كانتش بتحسبها أصلاً. المحصلة في الآخر، الادخار كان صفر، زيرو. بمجرد ما الصورة وضحت قدامها، الحل كان بسيط. أخدت قرارات صغيرة، قللت الأكل بره شوية، لغت الاشتراكات اللي ملهاش لازمة. النتيجة كانت إيه؟ النتيجة كانت مذهلة. قدرت توفر $800 كل شهر. تخيلوا، $800 دول بدل ما كانوا فلوس ضايعة بقوا هم الوقود اللي هيبني ثروتها. كده وصلنا للخطوة الثالثة، بناء أصول مدرة للدخل. وهنا بقى الكلام الكبير، دي النقطة اللي بتفرق بجد. في قاعدة بتقول الأغنياء بيشتروا أصول،
أما باقي الناس بيشتروا خصوم وهم فاكرينها أصول. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ الموضوع بسيط قوي. الأصل هو أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك، أي حاجة. شقة بتأجرها، أسهم بتجيب لك أرباح، دي أصول. أما الخصم فهو العكس تماماً، أي حاجة بتسحب فلوس من جيبك. قرض العربية، مصاريف البيت اللي ساكنين فيه، كل دي خصوم. وهنا نشوف قصة طارق. طارق كان موظف عادي، مرتبه 2500 دولار ومحوش حوالي 10,000 دولار. قرر إنه مش هيكمل حياته معتمد على المرتب بس، قرر يبدأ يبني ماكينة فلوس خاصة بيه. بصوا على الجدول ده، بيلخص اللي حصل معاه في سنتين بس. مرتبه فضل زي ما هو 2500 دولار، لكن شوفوا دخله الإجمالي حصل فيه إيه. نط من 2500 لأكتر من 5800 دولار، يعني أكتر من الضعف. عمل كده إزاي؟ بدأ يبني أصول، شوية أرباح من أسهم، إيجار من استوديو صغير اشتراه، وقناة يوتيوب بدأها في وقت فاضي جابت له دخل محترم. كده بقى عنده كذا مصدر للدخل، مش مصدر واحد بس. ونيجي للخطوة الرابعة والأخيرة، إتقان فن الاستثمار. خلاص سيطرنا على فلوسنا وبدأنا نبني أصول بتجيب دخل. دلوقتي جه الوقت اللي نخلي الفلوس دي نفسها تشتغل وتكبر لوحدها. وفي كام قاعدة ذهبية كده لازم تبقى في دماغنا دايماً. أولاً التنويع، يعني من الآخر ما تحطش البيض كله في سلة واحدة. ثانياً الاستمرارية، يعني نستثمر كل شهر بمبلغ ثابت مهما كان السوق طالع أو نازل. ثالثاً النفس الطويل، ما نبصش على المكسب والخسارة كل يوم. رابعاً نتحكم في مشاعرنا، لا نخاف زيادة ولا نطمع زيادة. وخامساً ودي مهمة قوي، نستثمر بس في الحاجات اللي فاهمينها كويس. والخيارات موجودة وكتير، ممكن أسهم، عقارات، ذهب، عملات رقمية، أو حتى إن الواحد يستثمر في مشروعه الخاص، وده ممكن يكون أعظم استثمار فيهم كلهم. قصة مريم هنا ملهمة جداً. مريم مدرسة دخلها على قده، بس بدأت بحاجة بسيطة قوي، 100 دولار كل شهر بتحطهم في صندوق أسهم. ومع الوقت سنة ورا سنة خبرتها زادت وبدأت تنوع استثماراتها. بعد 3 سنين بس محفظتها عدت 10,000 دولار، وبعد 5 سنين بقى عندها محفظة استثمارية محترمة وبدأت تفكر تشتري عقار يأجره. بس عارفين إيه المكسب الحقيقي لمريم؟ مش الفلوس بس، لأ، المكسب الأكبر هو العقلية نفسها، عقلية المستثمرة اللي بنتها، والثقة اللي بقت عندها في نفسها وفي مستقبلها المالي. ده مكسب ما يتقدرش بفلوس. كده إحنا وصلنا لآخر محطة، ومعانا دلوقتي الخطوة الأولى للطريق ده. كل اللي قلناه ده هو الخريطة، بس الخريطة لوحدها ما بتوصلش، لازم حركة، لازم فعل عشان نبدأ الرحلة. الخلاصة كلها في ال4 خطوات دول بالترتيب. نبدأ بالعقلية، بعدها نسيطر على الفلوس، بعدها نبني الأصول اللي بتجيب فلوس، وفي الآخر نتقن فن الاستثمار. هو ده بالظبط المخطط اللي بيحول أي مرتب مهما كان لثروة حقيقية مع الوقت. دلوقتي الخريطة بقت في إيد كل واحد فينا، ويبقى السؤال الأهم، إيه هي الخطوة الواحدة، خطوة صغيرة بس اللي ممكن تتاخد النهاردة دلوقتي حالاً عشان الرحلة دي تبدأ؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد كل حاجة جاية.